السلام عليكم ورحمة الله متتبعي. مرحبا بكم في عدد جديد من الفقرة الإخبارية الرجاوية. خرج لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا بأول تصريح له بعد اختيار اللاعب إبراهيم عبد القادر دياز المحترف في صفوف فريق ريال مدريد اللاعب للمغرب. وقال دي لافوينتي في تصريحات أبرزتها صحيفة أس: أنا أحترم موقفه، الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم. بالنسبة لي هناك دائما 3 ثوابت ليتم اختيار لاعب: أولا أن يريد اللعب في المنتخب الوطن، وثانياً أن يرغب في القيام بذلك، وثالثاً أن يختاره المدرب. وأضاف المتحدث نفسه: الشيء الأكثر أهمية هو الرغبة في تمثيل المنتخب دون مطالب أو التزامات، وبنفس الحقوق والواجبات. وأتم: لم أتحدث مع دياز، أتصل أو لا أتصل، والناس يفعلون ما يعتقدون أنه يتعين عليهم القيام به. أنا متأكد من أنني كنت الشخص الذي اختاره أكثر من غيره. لدي تقدير كبير له وأتمنى له الأفضل، الاحترام الكامل والمطلق. تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتنظيم احتفال كبير للاعب إبراهيم عبد القادر دياز المحترف في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بعد اختياره اللعب للمنتخب المغربي. وأكد الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بشبكة إكس: يعد الاتحاد المغربي احتفالاً كبيراً لإبراهيم دياز الذي قرر تمثيل أسود الأطلس. وأضاف المصدر ذاته: تم اتخاذ القرار الرسمي بالأمس، ويجهز الاتحاد المغربي الآن الخطوات التالية خلال الأسبوعين المقبلين. تحسر الإطار الوطني جمال سلامي مدرب اتحاد الفتح الرياضي على الهزيمة التي مني بها فريقه أمام الرجاء الرياضي 1-0 برسم الجولة 23 من الدوري الاحترافي. وقال السلامي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة إن يتحسر على ضياع النقاط أمام الرجاء الرياضي، مبرزا أن فريقه ارتكب خطأ جاء منه هدف المنافس. وأوضح المتحدث نفسه أنه عاتب اللاعبين في فترة الاستراحة ما بين الشوطين في الوقت الذي هنأهم على ردة الفعل خلال الجولة الثانية، مشيرا إلى أن فريقه يفتقد للاعب يسدد ركلات الجزاء. وانهزم الفتح الرياضي أمام ضيفه الرجاء الرياضي 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط برسم الجولة 23 من أجمع أنصار فريق الرجاء الرياضي على أفضلية حارس مرمى فريقهم أونس الزنيتي في المباراة الأخيرة للفريق أمس الأحد أمام مضيفه الفتح الرباطي. وتصدى الزنيتي لركلة جزاء حميد أحداد منحت فريقه النقاط الثلاث بعدما تقدم في الشوط الأول عن طريق المهدي موهوب. وأثنى جمهور الرجاء على أداء الزنيتي في مواجهة أمس، وتفاعلوا مع منشورات تضم صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة بمستوى حامي عارين فريقهم. وكان الرجاء قد فاز على الفتح 1-0، مما جعله يحافظ على فارق النقاط 4 الذي يفصله عن متصدر الترتيب الجيش الملكي الفائز بدوره على يوسفية برشيد 2-0. لا تنسوا الاشتراك فالقناة وتفعيل الجرس. لا تنسوا الاشتراك فالقناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد. لا تنسوا الاشتراك فالقناة وتفعيل الجرس.